بعد الولاده او حتى بعد عمليات انقاص الوزن بيبقى في مشاكل كتيره في الشكل بتواجه ناس كتير. بطن مش بتروح، ترهلات او اثار جروح، او جلد مش عايز يرجع لطبيعته. دي مش بتكون بس مشكله في الشكل، هي كمان للاسف تاثر على الراحه النفسيه والثقه بالنفس. عشان كده الحل مش بس بيكون تدخل واحد، لازم يبقى فيه دمج بين التخصصات، يعني تخصصين بيكملوا بعض: علاج الدهون ونحت القوام، ومعاه تقنيات الجلديه اللي بترجع الجلد لمكانه ولنعومته ومظهره. ده اللي بتقدمه وام كلينكس. وام كلينكس عندهم خبره اكتر من 35 سنه، اكتر من 11 فرع، ومنهم فريق كبير جدا فاهم تفاصيل الجسم كويس، بيشتغل على كل مشكله بشكل متكامل. معانا النهارده دكتور محمد رضوان، استشاري السمنه ونحت القوام، ودكتور مرام متولي، استشاري الجلديه والتجميل والليزر. مساء الخير يا دكاتره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هبتدي بدكتور محمد. البطن السفليه دي بتبقى سخيفه قوي، سواء واحده خاسه او واحده والده سيزاريان، حلولها ايه بالنسبه لدكاتره نحت القوام والتغذيه؟ بصي، انا عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي محدش بيولد طبيعي. معظم السيدات بتبريفير انها تولد سيزيريان للاسف. طيب السيزيريان دي بمعناها ان في 3 مشاكل هتحصل لها: الجلد هيتاثر، عضله البطن هتتاثر، الدهون هتفضل موجوده في الجزء التحتاني من البطن حتى لو عملت دايت وراحت الجيم. حلو. فاحنا في عيادات وام بنقدر نحل المشكله دي بالجزء اللي يخص دكاتره السمنه ونحت القوام، ان احنا ندوب الدهون دي بحاجات امنه ابروفد من الFDA علشان ادوب الدهون، وفي نفس الوقت بستخدم بعض الاجهزه اللي بتساعد على شد العضله اللي هي ترهلت بسبب ان البطن اتفتحت من الجزء ده. تمام. فاقدر من خلال الكومباين ثيرابي ده ان انا ادوب لها الدهون، اشد لها العضلات، وكمان في نفس الوقت ممكن اشد لها الجلد ببعض الاجهزه اللي بتساعد على تحفيز الكولاجين. بيفضل حاجه مهمه قوي موضوع الجلديه بقى. الجلديه بقى دكتور مرام بقى تقولي لي رايك ايه؟ بيبقى فيه طبعا اثار للجرح معروفه وكبيره وساعات بتبقى بارزه، فايه الحلول اللي بيقدمها لينا دكاتره الجلديه؟ دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا. كنا زمان بنضطر نستنى من 6 شهور لسنه علشان الجلد نفسه يعمل ريمودنج. دلوقتي ما فيش الكلام ده. احنا كل ما بنبدا بدري كل ما الدنيا بتبقى يعني بعد ما تولد بقد ايه؟ 2 ويكس. حلو. اول ما تفك السلك والجلد بتاعها سليم بنبدا نشتغل على طول. وما بقاش بس الشغل ريجاردنج الليزر ومشتقاته، لا ده كمان التقنيات الجديده بحقن الDNA او الاكزوزومز، او ان احنا نعمل كومباينيشن ثيرابي ما بين الليزر سواء فراكشنال ليزر او بالس داي ليزر مع الجراس فاكتورز، من الحاجات اللي بتدي نتائج سريعه جدا وبتخلي البيشنت يشوف نتائج سريعه قوي في وقت قليل جدا. حلو قوي. خلاص مش قلقانين دلوقتي من الجرح ولا من التخن. طيب دكتور، انا اللي فهمته ان عندكم في وام كلينكس في حاجه اسمها فات بات فيت. يس. ايه دي يا دكتور؟ ده الحقيقه بروجرام مهم قوي. هقول لك على حاجه. الحقيقه لاحظوا ان السمنه وصلت ل 60% من الناس بقى عندهم سمنه. طيب فالحل مش ان انا اوصلها لانها تبقى نحيفه، وعلى فكره في ناس لما بتنحف قوي بتبقى سليم قوي شكلها مش حلو. صحيح. بتبقى مش راضيه عن نفسها. صحيح. واحنا عندنا ممثلات من زمان كانوا مليانين شويه بس فيري بيوتيفول وكيرفي واتراكتيف. فده اللي احنا عايزين نعمله. انت تنزلي بطريقه هيلثي، وزنك يبقى صحي. في فرق بين الوزن الصحي والوزن المثالي. الوزن الصحي ان انت صحتك كويسه، راضيه عن نفسك، شكل جسمك كويس. لو عندك شويه حاجات طالعه مره في البرا مره في اللاف هاندلز، دي اللي بنقدر نشتغل عليها عشان حتى لما بتلبسي الدريس بتاعك بيكون شكل جسمك حلو، وحتى لو انت وزنك الى حد ما زايد. حلو. فده اللي بنسميه فات بات فيت. حلو. وبالنسبه لكم فات بات فيت في حلول عندكم؟ اكيد احنا كل حاجه عندنا ليها حلول. طبعا اول حاجه احنا بنواجه مشكله مع الناس اللي بتنزل في الوزن مره واحده، انها هي ايجر انها تخس بس ما بيبقاش عاجبها شكلها. صحيح. وبتلاقي انتقادات من الناس اللي حواليها كتير جدا، لدرجه انها ساعات بتيجي بتقول لك انا زعلانه ان انا نزلت. فعشان كده احنا لازم نبقى معاهم ستيب باي ستيب من الفيرست سيشن. يعني لو هي قررت انها تنزل، احنا بنعمل كومباينيشن ثيرابي ما بيننا وما بين النيوتريشن، ان احنا نخلي الوش ما يقعش. مثلا تقنيه زي الهايفو
بنعملها ريجاردنج مثلا للفيس مع خسسان الوش قبل ما تبدا اصلا في الدايت بتاعها عشان احافظ عليها ان وشها ما يقعش، فتخلي الدنيا كويسه. الاستيميوليترز بكل انواعهم، تخلي محفزات الجلد، محفزات الجلد، الاكزوزومز، الخلايا الجذعيه، البلازما، كل الحاجات اللي بتحفز كولاجين والاستين عشان طول ما هي بتخس هي وشها وجسمها محافظه عليه وما يقعش. انتوا مش سايبينهم خالص يعني. وبعد ما خست او هي جات لنا متاخر بعد ما اوريدي خست، احنا لازم بنعوض كل الكميات الفاتس اللي هي فقدتها بشكل مثالي. يعني لو الوش وقع قوي نبدا نعمله كونتور مثلا بالفيلر. اللاينز بدات تبقى باينه قوي ممكن نعمل كومباينيشن ببوتوكس. الاجهزه معانا الهايفو او الالتراتون او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل ريشيبنج سواء للفيس او للبادي معانا كله موجود. السكين بوسترز اللي بتتحط في الجسم، الرقبه، الايد، من الحاجات اللي بتبان جدا. دكتور جمال ده مش سايبين حاجه، كله موجود. الحاجات دي بتاثر فيهم جدا طبعًا نفسيا. طبعا بيبقوا خايفين يخسوا عشان ما يحصلش عشان ما يحصلش طبعا.